ما هو السر وراء برودة رخام الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم النبوي؟ كلف الملك فهد المهندس المعماري المصري محمد كمال إسماعيل المولود 1908 المتوفى 2008 المتخصص في العمارة الإسلامية بتوسعة المسجد الحرام بمكة، وهذه أكبر توسعة حدثت منذ 14 قرن. وكان المهندس المصري أراد أن يضع مواسير تحت الرخام العادي ويضخ فيها ماء بارد لتبريد الرخام، إلا أنه سمع عن رخام موجود في جبل في جزيرة صغيرة تسمى ساسوس في شمال اليونان، وبيكون الرخام بارد رغم حرارة الشمس المرتفعة حتى لو وصلت إلى 50، فبتعكس حرارة الشمس بنسبة 98%، وأيضا بتعكس بكمية كبيرة الضوء. فذهب المهندس إلى اليونان في هذه الجزيرة واشترى الكمية التي يريدها، وكانت نصف حجم الجبل. تم توريد هذه الكميات الضخمة مع اختيار الألواح الأكثر نقاء، وقد تكلف المشروع مبالغ طائلة نظرا لغلو سعر هذا الرخام، فكان يقطع إلى ألواح كبيرة ويشحن لميناء جدة ومنها إلى مكة حيث يتم قصه. كانت المقاسات 120 سم في 40 سم سمك 5 سم، أو 60 في 60 سمك 2 سم، أو 60 في 40 سمك 2 سم، أو 60 في 30 سمك 2 سم، وبعدين بيعملوا لها صقل قبل ما يركبوها. رخام ساسوس ده نوع نادر من الرخام، مقاوم نسبيا للخدش، يتميز بلونه الأبيض الناصع اللامع بدون عروق تقريبا، سطحه أملس جدا فيعكس الضوء، وقدرته على عكس الضوء والحرارة. بيستخدم في ساحات الحرمين المكي والنبوي الآن. طب بيعكس الحرارة ازاي؟ أول حاجة بيمتص الرطوبة بالليل من الهواء وعبر مسامع الدقيقة، وبيخرج ممتصه في الليل خلال النهار، فيحصل تأثير تبريديا طبيعيا في الحر. 2 بيعمل انعكاس أشعة الشمس بدل امتصاصها. 3 كمان إن المسامية بتاعته بتمنع احتباس الحرارة. كمان الناقلية الحرارية العالية بيخلي الحرارة بتتوزع بسرعة بدل ما تتخزن. كمان بلوراته الدقيقة ذات الكثافة العالية بتعمل كعازل طبيعي بيعكس الضوء والحرارة بكميات أكبر من الرخام التقليدي، مما يمنع الحرارة في التغلل إلى عمق الحجر. أيضا المسام في رخام تاسوس بتخلي السطح بارد. وهما كمان بيركبوه بطريقة الرخام إنك ممكن في أي حتة بتعرف اتجاه القبلة من طريقة تركيبه. في كمان تقنيات أخرى بتعزز البرودة، إن هما بيضعوا طبقات من المواد العازلة تحت رخام ساسوس بيمنع انتقال الحرارة من الأرض من تحت الرخام لفوق. كمان بيزودوا الأرضية بأنظمة تبريد تحتها، وكمان بيعملوا نظام تصريف مائي يعمل على تقليل امتصاص الحرارة فيما بينها. كمان بيصمموا الأرضية بطريقة بتسمح بتدفق الهواء حول ألواح الرخام نظرا لوجود مسامات هوائية فيما بينها. طب هم عملوا كده ليه؟ مميزات الرخام ده ايه؟ طبعا راحة وسهولة
في السير والطواف والسعي. الحجاج أو المعتمرين حفاة ولا يشعروا بحرارة الأرض. 2 بيقلل حالة الإجهاد الحراري وتقليل من تأثير حرارة الشمس على المعتمرين والحجاج. طب هل له صيانة؟ طبعا بيبقى له صيانة، بيتغسل ويتنضف بالماء المبرد على مدار اليوم، بيتلمع بس في بعض الأوقات، كمان لو حصل ألواح اتخدشت أو تآكلت بيتم استبدالها فورا. بعد 15 سنة طلب من المهندس المصري محمد جمال إسماعيل إنه يعمل توسعة في المسجد النبوي ويستخدم نفس الرخام. فطبعا خد بعضه وراح اليونان على جزيرة تاسوس عشان يشوف الرخام. فوجئ إن هو بعد ما خد نص الكمية في شركة جت خدت نص الكمية بتاع الجبل التاني. فسأل مين اللي اشتراها. المهم بعد تدوير وفحص اتضح ان اشترتها شركة سعودية من 15 سنة. فرجع تاني السعودية وراح للشركة وطلب رئيس مجلس الإدارة بتاعها وقال له الرخام ده راح فين. فسأل الراجل رئيس مجلس الإدارة ما يعرفش. فسأل فبتوع المخازن قالوا والله احنا اشتريناها ومحدش طلبها نعملها في أي حاجة ونسيناها. فقال له طب انت عايزها ليه؟ قال له ده انا هحطها في المسجد النبوي. واداله الشيك على بياض، قال له خد حط تمن اللي انت عايزه. فالراجل رئيس مجلس إدارة الشركة قال له ربنا انساني وخلاني ما افتكرش الرخام ده هو رايح بقعة طاهرة مش هاخد عليه اي فلوس. طبعا بعد ما خلص التوزيع هنا وهنا جت الملك فهد والشركة شركة بن لادن اللي كانت ماسكة المشروع في المسجد النبوي والمسجد المكي وعرضوا عليه ياخد فلوس، لكنه رفض وقال ازاي اقابل ربنا وازاي اخد فلوس لحاجة عملتها لهذا المكان المقدس. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم ويجعل العافية لباسكم والمغفرة ستركم والسعادة طريقكم والجنة دارنا وداركم.